السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هاقول لحضرتك إزاي تقدر تسطب برنامج الTIA Portal. TIA Portal ده تبع براند سيمنز، وعايز أقول لك إن أنت إن شاء الله الطريقة دي هتنفذها على فيرجن 16 فيرجن 21 فيرجن 19. أي فيرجن عندك هيبقى موجود عندك على اللاب هتسطبه بنفس الطريقة دي. طب النهارده هنتعلم مع بعض إيه إن شاء الله بقى؟ هنتعلم مع بعض إزاي ترتب تسطيب البرامج، يعني البرامج دي وإحنا بنسطبها لما نيجي نخش على بارتيشن كده TIA Portal فيرجن 19 هتلاقي عندك كام فولدر؟ هتلاقي عندك حوالي تقريبا 7 أو 8. السبعة و8 دول كل برنامج منهم في ترتيب للتسطيب، الاول كذا ثم الثاني كذا ثم الثالث كذا، عشان لو حضرتك لو سطبتهم بترتيب غلط مش هيشتغلوا معاك. دي رقم واحد. الحاجه الثانيه هقول لك وظيفه كل فايل منهم عشان وانت بتسطب تبقى انت عارف كل وظيفه كل فايل منهم وكل بارتيشن منهم بيعمل ايه. الحاجه الاهم بقى ازاي تحمله، سواء حضرتك هتحمله من موقع سيمنز او سواء حضرتك هتخش تحمله من حد يبعت لك الفايل كامل وتحمله من فولدر على طول عندك على طول من الجهاز يعني. الحاجه الاهم بقى، لو انت الجهاز بتاعك ايا كان الجهاز بتاعك فيرجن الجهاز بتاعك مديوله ايه، هقول لك النهارده ان شاء الله تيا بورتال بيشتغل على انهي اجهزه، او لو انت عايز تجيب لاب جديد اصلا هقول لك مواصفات اللاب اللي هتجيبه بناء على ايه عشان تشغل التي عندك مستريح او تشغل اي برامج تبع الاوتوميشن وانت مستريح عليها ان شاء الله. طيب تمام، خلينا نبدا بقى باذن الله مع بعض كده. اول حاجه، لو انت حضرتك مهندس اوتوميشن فانت طبيعي انك هتحتاج برنامج تيا بورتال ده كتير جدا، لان برنامج تيا بورتال ده يعتبر اصلا احنا بنشوفه حاجه رقم واحد في السوق. اعتقد حتى انت لو هتتعلم هتخش تتعلم حاجه في سوفت وير، بتجرب حاجه سيميوليشن، زائد ان هو برنامج فري، فدي حاجه كويسه جدا معانا. طيب خلينا بقى نبدا نتكلم عن كل البارتيشن قدام دول كل واحد منهم وظيفته ايه. بس اولا خلينا نخش على اللينك بتاع سيمنز نشوف هنبدا نسجل عليه ازاي. بص كده ركز معايا، طبعا لينك سيمنز تخش عليه. لو انت كتبت على شات جي بي تي قلت له بس عايز اخش على موقع سيمنز هعمل لوجن عادي. بعد ما اعمل لوجن حضرتك هتلاقي ان انت لسه اول مره تعمل، لو اول مره تعمل ميل في سيمنز خلاص تمام، مش اول مره فهيدخلك على طول من طبعا لسه اول مره فاعمل كرييت 1. بعد كرييت 1 يقول لك حط الفيرست نيم، طبعا حط الفيرست نيم بالنسبه لنا حسن، تمام. لاست نيم مثلا عادي اي حاجه ايد، ماشي. الايميل ادرس لازم يكون مهم بالنسبه لك، لان ده اللي هيبعت لك عليه الكود يتاكد ان انت اللي بتحاول تسجل في موقع سيمنز دلوقتي، فحاول تحط ميل يكون معاك عشان يبعت لك عليه كود تسجل بيه، او كود تاكيد يعني. ماشي. تمام، بعد كده هعمل كونتينيو. تمام. كده بس لا كونتينيو وزود بس ماشي. عشان نسجل الباسورد دلوقتي كان معانا اي باسورد هتحطه، بس اهم حاجه الباسورد ده تكون انت يعني عامله عندك كوبي او ايا كان، عشان بس طبعا لازم تكون محقق الشروط دي. 12 حرف ومش عارف ايه، ولازم يكون في حروف كابيتال وحروف سمول وفي اند وجيت واند واور والكلام ده. خلاص تمام، كريت اكونت. طبعا تمام، سيف عشان بعد كده ما تحتاجش تقعد تكتب باسورد كل شويه عشان تريح دماغك من القصه دي. هنا بيقول لك انا مستني منك الكود التاكيد، زي ما قلت لك هيبعت لك كود على الميل بتاعك. فوانت بتسجل هتلاقي فيه كود جالك على الميل، جالي على الميل دلوقتي اهو. الكود ده كام؟ ما بيكملش اصلا ثواني تقريبا بالظبط. الكود اللي جالي 7 3 ماشي 6 3 9 3. طيب تمام، كونتينيو. اتاكد خلاص ان انا هيبدا يعمل ايه. بيحمل معايا خلاص كده، دخلنا على موقع سيمنز اهو. هلو، والموقع فتح معايا حاليا وقال لي هلو الايميل بتاعي اهوت. خلاص تمام كده انا جاهز ان انا ابدا اخش على اي حاجه اي فايل اعمله داونلود. هنخش نعمل ايه بقى؟ سريعا كده هقول لك عشان بس نختصر الوقت واقول لك هنعمل ايه. نكمل تاني. بعد ما البرنامج ادانا هلو خلاص انا كده سجلت الاكونت بتاعي على سيمنز بكل سهوله زي ما قلنا وما خدش مننا وقت الحمد لله. هاجي هنا بقى زي ما قلت لك ممكن تخش على جوجل تكتب اي حاجه انت عايز، مثلا لو قلت له عايز اللينك المباشر ان انا احمل برنامج تيا بورتال فيرجن 19 مثلا او اي كان فيرجن انت عايز فيرجن كام، وتقول لي حول لي على اللينك المباشر على جوجل على طول، فطلع لي اللينك بتاعي هو على طول اللينك المباشر. ده برنامج فيرجن كام؟ فيرجن 19 اهو، نسخه الايزو 7.5 جيجا. وده برنامج تيا بورتال ستيب 7 برضو، دي نسخه ثانيه برضو 2.9 جيجا تكمله ليه يعني الاتش اس بي فايل. وهتلاقي كل فايلات الفاميلي بتاعتك هنا. محتاج بقى سيميوليشن، ده برنامج السيميوليشن اهو. كل حاجه تلاقي هنا ما عدا فايل الكراك فقط. تيجي نحمل، لو انت حضرتك عايز تحمله خلاص هتكليك هنا ضغطه واحده كده هيبدا يتحمل عندك عادي، مش هيقول لك اي مشكله لان انت خلاص سجلت وعملت اكونت على الموقع بتاعهم. بيحمل. طبعا انت لو معاك سريع هيكون الموضوع ابسط من كده واسرع من كده. انا برضه هسيب لك ان شاء الله
لينك درايف في كل الفيرجنات. تسهيلا عليك يعني ان شاء الله جمعت لك كل الفيرجنات دي في ملف واحد وحطيتهم لك كلهم. continuous ماشي، بيرسون انجلش ماشي، كونتينيو. آه ايجيبت. ايجيبت راحت فين؟ ثانية. ايجيبت اهي تمام. كونتينيو. تمام. نرجع تاني خلاص زي ما قلت لك، بعد ما خلاص اداني المسج بتاعت هالو دي كده، سجلنا الميل بتاعنا او سجلنا الاكونت بتاعنا على الموقع بتاع سيمنز. المفترض لو انت جيت كتبت على جوجل هنا وكتبت اي حاجه، تقول له بس انا عايز اللينك المباشر بتاع مثلا تحميل برنامج تيا بورتال من موقع سيمنز، هيديك اللينك المباشر على طول. ماشي. خلاص عملت ريفريش تاني، طبعا النت لو عندك كويس هتلاقي الدنيا شغاله كويسه. جاب لي اللينك المباشر اهو، خش هنا كده على اللينك ده، هيدخلنا الويب سايت بتاع سيمنز على طول. طبعا لو مش هيدخلك على اللينك ده على طول، او هيدخلك على اللينك ده على طول بس مش هيخليك تعرف تعمل داونلود لاي حاجه لو انت مش عملت، لو ما عملتش اكونت خاص بيك على الويب سايت بتاعهم. دخلنا على الويب سايت بتاعهم اهوت، هي بورتا فيرجن 19 اهوت. لو انت جيت دخلت عملت كليك كده هيبدا ينزل معاك عادي جدا، يعني خلاص انت سطبت او اشتغلت على الويب سايت بتاعهم. طبعا مش هتلاقي فايلات الكراك، مش هتلاقي فايلات السيميوليشن، مش هتلاقي كل الملفات دي. بس خليني اقول لك ان انت خليني اقول لك ان انت تحتاج اصلا ملف الكراك ده من حد يعني، بس هو برنامج خفيف مش تقيل ده يعني. الملف الاصلي ده الملف الاصلي بتاعهم. برضه كتبت ده، دورت شويه لقيت الملف الاصلي بتاعهم اهو، ده نسخه الايزو اللي هي 7.5 جيجا. برنامج بتاع تيا بورتال زي ما قلت لك، وعندك نسخه السيميوليشن هنا اهيت. هتلاقي كل النسخ، وهتلاقي الاتش اس بي فايل وهقولهم لك كلهم دلوقتي. طب تمام. نخش بقى على الحاجه المهمه بقى جدا. خلاص نوقف التحميل، مش عايزينه. ماشي خلاص انت كده عرفت هتعمل ايه. دي الطريقه الاولى. الطريقه الاولى هتعمل ايه لو انت هتسجل في تعمل اكونت على سيمنز، على موقع سيمنز عشان تنزل الحاجات كلها فور فري من عندهم، بس مش هتلاقي اي ملفات للكراك. نكمل بقى موضوعنا الاصلي. انا طبعا حملت لك كل الكلام ده، وهسيب لك ان شاء الله لينك في درايف. اللينك الدرايف ده هيكون فيه كل البرامج دي، كل الملفات دي تحملها تلاقيها جاهزه معاك يعني ان شاء الله على طول. وهنعمل فيديو ان شاء الله تسطيب كل ملف منهم لحد ما تلاقي التيا بورتال شغال معاك. فانت امشي بالترتيب عشان تلاقي حاجه شغاله معاك ان شاء الله على طول. اول حاجه هتلاقي عندك ملف تيا بورتال فيرجن 19 اللي هو ده. ده التيا بورتال فيرجن 16 ده اللي هو الستيب 7 بروفيسي، ده السيفتي وين سي، ده المين، ده البرنامج اللي هبدا بيه الاول. وده البرنامج اللي هو الرئيسي اصلا بتاع تيا بورتال. خلاص ده اللي هبدا بيه، وده البرنامج الرئيسي بتاع تيا بورتال اصلا. بعد كده هخش على مين تاني؟ هخش على الستارت درايف ادفايس اللي هو فيرجن 19 اللي هو الاس بي. الستارت درايف ادفايس اهو. ستارت درايف ادفايس هسطب ده تاني برنامج يسطبه. وده بيكون خاص بايه؟ ده بيكون خاص بكل الدرايفرات بتاعت سيمنز، لان انت طبعا زي ما قلت لك لو انت واقف في سايت او واقف في حاجه، مش تبقى فايت تقعد تحمل كل شويه، تلاقي مثلا عندك مشكله في الخط او عندك مشكله في اللاين فتقعد تحمل كل شويه برنامج او تسطب حاجه او تعمل حاجه. لا، فهو احنا هنسطب كل دول بحيث وانت شغال على اي مشروع او على اي بروجكت تلاقي نفسك كل حاجه جاهزه معاك في اللاب عندك على طول. طيب ده البرنامج ده بعمل بيه اصلا، او الفايل ده لما اسطبه هستفاد منه ايه؟ حضرتك دي كل الانفرترات او الدرايفرز اللي عندك في المكنه او الماشين، اللي هو الجي 20 والجي 10 والجي 120، كل الانفرترات بتاعت سيمنز. خلاص اللي هي بتحط انت البارامترز، تسحب منها بارامترز، وممكن تشوف منها اونلاين البارامترز، تعمل منها دايجنوستكس مثلا، تشوف البروفينت للدرايف رايح ازاي. طيب جميل. بعد كده عندك برنامج ايه؟ بعد كده عندك البرنامج اللي هو بي ال سي سيميوليشن. هتسطب برنامج السيميوليشن. بعد ما تخلص السيميوليشن، ده السيميوليشن طبعا بيعمل لك ايه؟ هو عباره عن ايه اصلا السيميوليشن ده؟ ده عباره عن حاجه مختلفه شويه في تي بورتال. ده عباره عن محاكاه، كانك قاعد قدام بي ال سي دلوقتي، وبتشغل الانبوت وبتشغل الاوتبوت وبتفصل الانبوت وبتفصل الاوتبوت، كانك بتحاكي الواقع يعني، كانك شغال على مكنه حقيقيه بالظبط. طيب البرنامج اللي بعد كده ايه او المهم ايه؟ الاتش اس بي فايل بقى.
ايه هو الاتش اس بي فايل ده؟ ده الاتش اس بي فايل. ويت، ده الاتش اس بي فايل هنا اهو. ماشي، ايه ملفات الاتش اس بي فايل او استفاد منها ايه اصلا؟ دي الهاردوير سبورت باكج سيمنز. مع الوقت طبعا انت ممكن تيجي تدور على هاردوير او تدور على مديول بعد ما تشتريه من السوق، ما تلاقيهوش موجود في اللايبراري في سيمنز جوه، ما تلاقوش موجود في اللايبراري تيا بورتال. فبتعمل ايه؟ سيمنز كل فتره طبعا انت عارف بتصنع فيرجنات جديده، بتصنع هاردوير جديد، بتصنع كومبوننت جديده، فبالتالي لازم تعمل الحاجات دي كسوفت وير، تعمل لها فايل كريت كسوفت وير. فالفايل ده لو الاتش اس بي فايل ده فيه كل الكومبوننت الهاردوير لحد الان، ده اخر تحديث هي منزلاه. طيب جميل، ده هنزله عشان لو انا جيت ابحث عن مثلا اي كابلر، ببحث عن اي حاجه بروفينيت، ببحث عن اي كوميونيكيشن، اي مديول، اي بورت انبوت، اي بورت اوتبوت، الاقيه موجود عندي على طول على التي بورتال كهاردوير. طيب خلصنا ده، بعد كده تبدا تخش بقى على الابديت فيرجن 5. الابديت ده عباره عن ايه؟ ده اللي هو توتال انتجريشن اوتوميشن، ده فيرجن 16، ده الابديت 5. ده عباره عن ايه بقى؟ ملف ده مش برنامج، لا ده اصلا ده تبع تيا بورتال عادي، بس ده اخر اصدار هي حدثت فيه النسخه 19 بتاعتها. يعني هي كانت عامله ابديت 1، ابديت 2، لحد ابديت 5 لحد دلوقتي. ايه ابديت 5 ده؟ ده تحسينات في البرنامج، دي مش بتاعتك انت بقى خالص يعني، بس دي تحسينات عشان انت لو مثلا لقيت مشكله في البرنامج، في حاجه في السوفت وير، في تهنيجه، في تعليقه، في حاجات هاردوير ناقصه، في حاجات اليمنت ناقصه. ده برضو البرنامج ده مساحته مش كبيره اعتقد، ده 4 جيجا ونص. تمام. بعد كده معانا ايه؟ معانا بقى الوين سي يونيفاين، ده اللي هو ده الاتش ام اي. اللي عايز تعمل كريت الاتش ام اي من بره خالص اصلا غير التيا، طبعا انت عندك جوه التيا بورتال في ممكن تعمل كريت لاي نوع، اي نوع اتش ام اي. ده برنامج منفصل، ده بتعمل منه برده كريت الاتش ام اي عادي. بس تمام. وبعد كده عندك بقى اهم فايل طبعا اللي هو الكراك بتاعنا، الكراك بتاعنا الجميل اللي هو بيسهل لك كل حاجه في الدنيا. ده فايل الكراك، هنقول لك بقى التسطيب بتاعهم بيمشي ازاي ان شاء الله. بس خلينا نبدا في حاجه مهمه كده دلوقتي سريعا، ثانيه واحده. طيب تعالى نكمل. بيقول لك هنا ايه المواصفات اللي حضرتك لازم أن تكون موجود عندك في اللاب بتاعك عشان تقدر تشتغل على التيا بورتال وانت مستريح، ما يبقاش في تهنيجه، ما يبقاش في مشاكل عندك وانت شغال. الحد الادنى طبعا هو كور اي 3. تشغل الدنيا كور اي 5 عندك، كويس جدا. كور اي 7، من فوق كور اي 7 انت كده الدنيا معاك تمام جدا. طبعا اقل حاجه كور اي 3، لان من تحت الكور اي 3 هتلاقي عندك الموضوع البرنامج عندك تقيل جدا وبيهنج كتير جدا. جيل طبعا خد بالك، الجيل اقل حاجه مثلا جيل 8. جيل 8 فيما فوق. طبعا لو جيل اقل من الجيل 8 حاجه بسيطه ماشي. رامات عندك لو تعتبر تفضل طبعا تكون من اول دي دي ار 4 وتطلع دي ار 5 دي ار 6. طبعا كل الحاجات دي بتكون بتهلب معاك. الاستورج بتاعتك طبعا يكون هارد اس اس دي عشان البرنامج فعلا تقيل. الجرافيكس بتاعك ماشي عادي، ايا كان كارت الشاشه الفيديو طبعا هيكون كويس جدا. الويندوز طبعا اكيد ويندوز 10 ويندوز 11 ويندوز 7 كويسه، بس طبعا مع التحديثات اللي بتحصل في تيا ويندوز 7 يعتبر افضلهم حاليا دلوقتي. ماشي. ايه بقى الحاجات المثاليه لو انت حابب تشتري اصلا جهاز جديد؟ هتعمل ايه؟ هتجيب خليك طبعا في كور اي 7. كور اي 7 زي ما قلت لك يعتبر، انا بكلمك في الحدود اللي هي اقل حدود. لو عايز اعلى من كور اي 7 طبعا هيهلب معاك جدا. جيل 12. الرامات 32 طبعا يفضل زي ما قلت لك يا اما دي دي ار 4 يا اما دي ار 5، وطبعا يفضل دي ار 5. هارد اس اس دي يكون زي ما قلت لك تيرا، بس يكون اس دي اهم حاجه. الجي بي يو، الجي بي يو ده اللي ماشي، سيبك من كل الكلام ده كله. ماشي. الويندوز 11 برو ماشي طبعا زي ما قلت لك. 10 لا 10 جميله جدا. ديسبلاي ماشي. الديسبلاي ده اللي هو عرض السكيل بتاع الشاشه فول اتش دي مثلا. يو اس بي بتاعك ماشي. والايثرنت يكون في مكان، طبعا لازم يكون في عندك مكان للايثرنت، ده مهم جدا على فكره، مهم جدا. اللي هو الار جي 45 نتورك ايثرنت واي فاي الاستخدام لابتوب. اوكي تمام. عاوز بس اقول لك على حاجه مهمه، ان احنا مش محتاجين اصلا نسطب كل البرامج دي. طب يعني مثلا انت شرحتهم لنا كلهم ليه؟ شرحتهم لك من باب ان انت تعرف البرامج دي عباره عن ايه، وكل فايل منهم محتاجه في ايه، عشان ما تبقاش انت بس بتحمل اي حاجه وخلاص. طب انا الاساسيات اللي عندي ايه اللي بحتاجه او ايه اللي مهم بالنسبه لي، والباقيين خلاص انا مش عايزهم اصلا. الناس البرنامج ده المين اصلا بتاع تيا بورتال، ده الرئيسي اللي هو تيا بورتال فيرجن، ده ستيب 7. ده السيفتي وين سي، ده اهم حاجه. ده طبعا ده الاساسي بتاع وين سي اصلا بتاع تبع تيا بورتال. بعد كده عندك السيميوليشن، ده طبعا مهم جدا. بعد كده هتسطب بالوين سي ده. وبعد كده هتسطب الكراك بتاعهم، تشغل الكراك بتاعهم كده، انت خلاص خلصت كل حاجه خاصه بسيمنز. بقيه الحاجات بقى زي ما قلت لك اضافات بتلم معاك، زي الاتش اس بي فايل، زي الابديت فيرجن، وزي حاجات الستارت درايف. ماشي. انتظروا ما شاء الله في الفيديو القادم باذن الله هنبدا نسطب الحاجات دي بالترتيب، وهعمل لك لكل فايل منهم اصلا فيديو لوحده عشان ما يعملكش تشتت او